أفادت مصادر يمنية عن دفع أطراف الصراع في جنوب البلاد بتعزيزات عسكرية متبادلة إلى كل من عدن وأبين ولحج، ووصول القوات السعودية والأمريكية إلى هذه المناطق في وقت تتصاعد حالة الاحتقان بين القوى الموالية للسعودية وأخرى تدعمها الإمارات، وامتدادا لتوتر الوضع المستمر منذ أيام في محافظات الجنوب اليمني. تتصاعد حالة الاحتقان ومؤشرات لاتساع رقعة الصراع بين قوى السعودية والإمارات، خاصة مع دفع الطرفين بتعزيزات عسكرية جديدة، منها وصول قوات سعودية وأمريكية إلى مدينة عدن، وهو ما ينبئ بعنتريات تصعيد عسكري جديد في معقل المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا. وتبدو محافظات أبين ولحج والشبوة الأكثر توترا مع ما تشهد مؤخرا من اشتباكات متقطعة واستمرارا للتحشيدات العسكرية من طرفي حكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي، بل وصل الأمر إلى إطلاق الرياض لتهديدات ضد المجلس الانتقالي الموالي للإمارات وحشدها لضغوطات غربية عليه ردا على تحركاته الأخيرة. وتصاعد الصراع العسكري والسياسي في محافظات الجنوبية رافقه المزيد من التدهور الاقتصادي والمعيشي وسوء الخدمات الأساسية، إلى جانب انهيار غير مسبوق في أسعار العملة والصرف. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.